بصراحة يعني المسألة مضحكة بالنسبة لي شوية. بقالي 6 سنين بحاول أخرج من مصر. يعني انت ماشي تبهدل خلق الله كلهم، او اغير اخلي شعري اصفر وعينيا خضراء واغير لون جلدي والكلام ده قبل ما تكمل اكيد جائز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي ايها الفام العظيم، وحشتوني، او في مقولة اخرى والله اشتقنا. طبعا يا جماعة فيديو جديد، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة. لو ما صليتش العشاء او اي فرض من فروض ربنا، فانا مش محتاج افكرك ان الصلاة اهم مني ومن الفيديو اللي انا بعمله ومن اي حاجة انت هتعملها تانية، فصلي وتعالى. وقبل ما نبدأ الفيديو ده، فانا جايب لك باكج كده لا تفوت، وده مش كورس، هو مجموعة كورسات في كورس واحد، او نقدر نقول كده كل حاجه تخص المونتاج، سواء للتليفون او لللابتوب القوي او اللابتوب الضعيف، دافينجي ريزولف، بريمير، اي حاجه تخص المونتاج هي في مكان واحد وفي كورس واحد. الكورس بيشرح لك برامج معتمده في شركات، سواء انت هتنزل شغل في شركه او انت هتشتغل مع حد بره مصر كفريلانس. الكورس ليه تحديثات مستمره، وخليني اقول لك حاجه، الكورس معمول عليه خصم 50%، وانا كفرماوي جايب لك خصم 50% على ال 50%. تحجز الكورس ازاي؟ هتبعت فام 450 على الواتساب على الرقم ده، وتاخد الكورس ب 450 جنيه، شامل التحديثات الدوريه، شامل اي معلومه انت ممكن تسال فيها المنتور. المهم ان الباكج دي ما ينفعش تفوتك. ويلا بينا نبدا الفيديو. احنا معانا ملحد وسفاح يلا بينا. بصراحة يعني المسألة مضحكة بالنسبة لي شوية. بقالي 6 سنين بحاول أخرج من مصر. اتنقلت من مكان للتاني 14 مرة، عايش لوحدي كل الفترة ديت وما بنزلش من البيت إلا للضرورة. كل ده علشان مش عايز أتسجن 4 سنين. 4 سنين مش كفايه، المفروض عقوبه ازدراء الاديان تبقى اكتر من كده بكتير. معلش، انا لو حد غلط في ابويا وهو حي يرزق ويعرف يرد لنفسه ويعرف يجيب اللي غلط فيه ده يعجنه، انا مش هسكت، انا هاخد رد فعل بكل الاشكال الممكنه. فما بالك ان انت طول فيديوهاتك بتتكلم عن الرسول بشكل سيء، بتشبهه تشبيهات وحشه جدا، بتطعن فيه وبتقول فيه ما ليس فيه، وتسخر من الذات الالهيه، وتسخر من الصحابه، وتسخر من رجال الدين. يعني انت ماشي تبهدل خلق الله كلهم ومش عايز حد يكلمك تحت مسمى انا حر. انا قصه الحريه المطلقه اللي احنا بنتكلم فيها دي، طب يا جماعه لو انا راجل مؤمن بالحريه المطلقه وشفت حد بيعبد الشمس، خلاص تمام، ما يعبد الشمس، هو حر. بس لو انا راجل مش مؤمن بالحريه المطلقه ومؤمن بفكري انا وبعقيدتي انا، همشي اقول للناس كلها يا جماعه العقيده بتاعتكم غلط والعقيده بتاعتي انا اللي صح، وده اللي انت بتعمله. فانت مش مؤمن بالحريه ولا حاجه، انت مؤمن بعقيده معينه في دماغك وماشي تفرضها على الناس. زي ما احنا كمسلمين مؤمنين ان عقيدتنا الصح، وجادلنا وناقشنا وتفضل هات ادله، وسبحان الله ترد عليك بدل المره 100. دكتور هيثم طلب عامل سلسله فيديوهات من اول 7 سنين فاتوا لحد دلوقتي في الرد عليك، وانت ولا مره عرفت ترد عليه. فقصه ان انت بتاخد فلوس وبتتمول علشان تهدم مجتمع وديانه ومش عايز تتعاقب ليه حماد؟ هصحى النهاردة الصبح ألاقي نفسي محكوم 5 سنين زيادة فوقيهم. أنا بقالي سنين ما بعملش أي فيديوهات فيها أي نوع من أنواع الازدراء، علشان محدش يزعل مني ومحدش يقولك إن شريف بيزدري الإسلام. يعني أي حد بيزدري الإسلام، مش بيزدري، أي حد بيتكلم أو بينتقد الإسلام بيتسجن على طول، دي عارفينها. اسمح لي، انت كده مش عارفها، انت كده جاهل. عندك مركز تكوين قاعد ينتقد في الاسلام وما بيعرفوش يقروا، قاعد بينتقد في الصحابه وفي الرواه وفي السند وفي المتن، وهو اساسا اسس اللغه العربيه عنده ضايعه. عندك ناس كتير جدا بتهاجم الاسلام وبيطلعوا على شاشات التلفزيون عادي. فهتقول لي طيب اشمعنى انا بقى اللي يتحكم عليا وهم لا؟ شوف، انا مع ان هم كمان يتحبسوا، الى ان انت معدي مفيش ربنا ولا رسول، والرسول بتاعكم ده كان بيعمل كذا وكذا وكذا وكذا، وتعيب في الرسول وتنفي وجود الله، ويلا يا جماعه اشرب خمره براحتك، ما كده كده مش حرام، اذني براحتك، ما كده مش حرام. ومش بس كده، انا عايزك في فيديو تقول لي انك هاجمت اليهوديه مره. طب هاجمت اي ديانه تانية غير الاسلام مره؟ ليه ما حصلش ده؟ طيب اتكلمت عن حاجه تانية غير طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم ونفي الاله والحث على الالحاد وتشويه الدين الاسلامي؟ يعني قول لي حاجه، يعني قول لي حاجه تانية انت عملتها غير كده. انت مقدس حياتك انك تحارب الاسلام. تامن بالله، تامن بالله ايه؟ انت كافر صحيح. مهم يعني تصدق مثلا انت دلوقتي قاعد بتحارب الناس دي، والناس دي ردت عليك بالحج وبالدليل وبكل حاجه، وانت عملت من بينها ومصمم تحاربها. فمعلش يعني انت مش مستني مني رد فعل، ده انت تبقى ساذج، سوري، ده انت تبقى اهبل، لا سوري برضه، ده انت تبقى ما بتحسبهاش كويس. بس ايه يحرض على الالحاد دي؟ انا عمري ما حرضت على حد ان هو يسيب دينه، وعمري ما قلت لحد انه يلحد. انا دايما بقول انا ما يهمنيش انت دينك ايه، قلتها 50 مره في فيديوهاتي. ازاي انا حرض على الالحاد يعني؟
يعني مجرد انك تهدم الدين فهو خلاص ما فيش دين. الملحد هو اللا ديني، فمعنى انك تهدم الدين ايه؟ خلاص لا دين، الحاد. فما تصعش. الى ان يا جماعه شايف ان حوار ال4 سنين ده قليل جدا عليه. بعدين حتى لو هقول لغيري ان هو يلحد، يعني ايه اللي فيها؟ ايه الجريمه هنا يعني؟ ما المسلمين كلهم نفسهم يقولوا للعالم كله سيب دينك وكون مسلم. عيب كده. ليه بقى؟ لان الاتنين مش شبه بعض. انت عايز تساوي الالحاد بالاسلام وتقول لي حريه؟ اقول لك ليه ما ينفعش. ما ينفعش اساوي اللي بينشر الزنا باللي بينشر الاخلاق الحميده. ما ينفعش اساوي اللي بينشر فكره ان مفيش حساب وان محدش هيحاسبك فاغلط براحتك عادي باللي بيقول خلي بالك من شغلك واتقن عملك وان في حساب في الاخره وكل حاجه هنتحاسب عليها. ما ينفعش اساوي بين اللي بينشر الخمره وتغييب الوعي والسكر وانت عارف طبعا يعني تغييب الوعي ما كان في ستات ايه اللي هيحصل، بين اللي بينادي بالحشمه والزواج والذريه. ما ينفعش اساوي بين اللي بيقول يلا التربيه على اي حاجه وبين اللي بينادي بالتربيه الصحيحه. والا الاطفال الصغيرين بقى بدل ما يروحوا المدرسه يتعلموا يروحوا كباريه، بدل ما يتحط لهم عصير يتحط لهم بيره يتعودوا. فما ينفعش خالص يا شريف اننا نساويهم ببعض. اللي نازل يبيع مخدرات مش زي اللي نازل يبيع اكل وشرب. اللي بيعلم فكر صحيح لبناء مجتمع مش زي اللي بيهدم فكر علشان يطلع لي رقاصه وملحده واتنين ما نتلم بقى. ده مش زي ده. فهمت يا شوشو؟ ايه المشكله؟ نحبسهم بتهمه التحريض على الاسلام. نحبسهم بتهمة التحريض على الإسلام. جميلة. طب أنت عارف يا شريف إن فعلا في ناس بتتحبس بتهمة التحريض على الإسلام؟ ولكن خليني هقول لك على حاجة جميلة كده. في أمريكا وأوروبا والدول المتخلفة بيعاقبوا الناس على جرائم. ليه بيعاقبوهم؟ ليه الجرائم دي وحشة؟ طب ما هم حرين، مش انت بتاخد فلوس من هناك برضو؟ المهم، وليه بقى نفس الدول دي ما نلاقيهاش بتعاقب حد ماشي كويس على نظام المرور مثلا، او حد عامل قناه يوتيوب وقاعد بيوعظ الناس ازاي تخلي بالها من بناتها، ازاي تخلي بالها من اولادها، او حد بيساعد الناس على التطوير؟ ليه ما بيحبسوش دول؟ عشان بديهي يا شريف في فطرتنا كلنا كبشر ان الغلط بس هو اللي بنتعاقب عليه. فانا مش عارف انت ازاي عايز الناس تتعاقب على الصح والغلط الا اذا كنت نشأت في بيئه يعني مامتك بتضربك لما تعمل حاجه صح وتسقف لك لما تعمل حاجه غلط. هو ده الحل الوحيد عشان اشوفك بالشكل ده او بالتفكير ده. 9 سنين، انت متخيل؟ انا مش تاجر مخدرات، انا عمري ما اذيت حد. هو تاجر المخدرات هيطلع منين غير من فكره؟ هو مفيش جنه ونار، مفيش حساب وعقاب. فلو قدامي فرصه وسلطه القانون غايبه انا وشي هتاجر في المخدرات، ولو مش هتاجر فانا على الاقل هشرب. صح يا شوشو؟ انت حلوه تشربي؟ انا على الاقل هبقى بشرب وبنفع تاجر المخدرات. ما انا ما عنديش غير سلطه قانونيه، انا قاعد في البيت لوحدي مفيش سلطه قانونيه، راجل زي الفل، هشرب مخدرات، هكلم تاجر المخدرات واساعده على ان هو يتاجر في المخدرات عادي جدا، لاني ما عنديش حاجه تقول لي ده حرام ده حلال هتتحاسب على ده. انا لو ضامن ان انا مش هتحاسب ما اعمل اللي انا عايزه. عشان كده في ثواب وفي عقاب. في ناس بتهزها كلمه ربنا مطلع على اللي انت بتعمله. في ناس بعد الشر عنك يعني بتحاسب نفسها كل اخر يوم علشان متاكده ان في حساب، علشان متاكده ان المجرم مش هيبقى زي المصلح، عشان متاكده ان اللي ماشي يقتل ويزني زي سفاح الجيز زي سفاح التجمع. غريبه دي، كانت سفاح من التجمع يعني، دي اغرب حاجه سمعناها الفتره اللي فاتت. انت عايز تقول لي بقى ان مثلا سفاح التجمع ده اللي واخد اكتر من 64 بنت ويغتصبهم ويقتلهم ويعمل معاهم العلاقه وهم ميتين ويطلع لهم على اساس ان هو بيدي كورسات انجليزي وبعد ما يجيبهم يقتلهم، انت عايز تقنعني ان حد بالوحشيه والقرف والقذاره دي هيتساوى بواحد ما عملش كل ده؟ انت عايز تقنعني ان البنت المحترمه اللي محافظه على نفسها هتتساوى باللي مقضياها عند الملحد؟ هتتساوى، محدش هيحاسبه. ويا جماعه لو شفتوا الكائن ده وحبيتوا رد على كل فيديو ليه، ففي حد بالفعل من اول هو ما ظهر لحد دلوقتي عامل رد على كل فيديو ليه، وهو الدكتور هيثم طلع. اللي بعده عشان للاسف الفيديو ده خلص. اللي بعده ايه؟ Say, I don't get it. Don't say, I'm sorry. Say. يبان مدرس انجليزي الى ان هو ده سفاح التجمع اللي احنا بنقول عليه. فعشان كده يا جماعه بنقول يا بنات ما تروحوش البيت لحد حتى لو مدرس انجليزي. بيت مقفول على واحد وواحد. لا ثواني هيطلع لك دلوقتي حد بتفكير كلب يقول لك انت بتلوم على الضحيه. لا طبعا ما بلومش على الضحيه، انا بلوم على القذر ده، انا بلوم على اللي ما عندوش ولا مله ولا دين ده، انا بلوم على اللي ما عندوش رحمه. وبقول للبنات اللي لسه عايشين وموجودين ما تحطيش نفسك في فرصه انك مع راجل لوحدكوا ومقفول عليك. اعتقد الرساله كده وصلت، عشان بقى ترند قوي الايام دي بين شباب وبنات معينين، يعني هي رايحه له البيت وهو رايح لها البيت. حاجات. اللي بعده الافاتار اللي موجود على سناب شات، ان انا اخش على سناب شات واعمل لنفسي صوره كرتونيه كده، سواء زي شكلي بالظبط او اغير اخلي شعري اصفر وعينيا خضراء واغير لون جلدي والكلام ده. قبل ما تكمل، اكيد جائز. الشيخ مصطفى حسني هيقول ايه؟ الموضوع ده اتحسم عند العلماء من زمان يا شباب،
وعايزه اطمنكم بس، يعني حتى مش في خلاف، ده اتحسب. الفقهيه اللي زي دي اتعمل فيها مجهود عبر مئات السنين، ايوه، هو سناب شات فعلا كان عبر مئات السنين. والعلماء المتخصصين اللي بيفهموا النص ويفهموا منطوق النص، معنى الكلمات اللي فيه، ويفهموا مقصود النص، المعاني اللي وراه، ويفهموا تطبيق النص، المنطوق، المقصود، التطبيق. ده شغل اتعمل عند الفقهاء من زمان وأباحوا. شيخ مصطفى معلش، هم مين العلماء؟ اقدر اسال ولا ما ينفعش اسال صوفي عن سنده؟ يعني احنا بنتكلم دلوقتي في تجسيد ذوات ارواح، بنتكلم عن الصوره، بنتكلم عن حاجات على اقل درجه فيها خلاف. حسمتها الناحيه التانية انها جائز ازاي؟ طب اعطيني الدليل، طب اقم عليا الحجه. انا دلوقتي كواحد مثلا في موضوع الافاتار، بجيب وشي والونه واغير شكله واخليه من وجهه نظري شكل احلى وابدا اتعامل بيه مع الناس، فانا مش بس عملت تجسيد لذات الروح، لا انا عملتها وببدا اتفاعل واتعامل بيها. طب واحيوا ما كنتم تصنعون، هنعمل فيها ايه؟ ما السؤال ده ربنا هيساله لنا. يعني انا اللي عملت كرييت بايدي وبدات احركه يمين وشمال وبتعامل بيه، فايه الايموجيز اللي هي منتشره بتاعت فيسبوك والحاجات دي؟ ماشي، دي ايموجيز اصلا ولا واخده شكلك ولا واخده شكل روح، ده هي دايره صفرة فيها نقطتين، دي قصه تانية ودي اللي فيها اجازه. لكن ارسمني وطلعني كاركتر وحركني العلامه بن عثيمين لما كان بيتسال على الموضوع بتاع الفيديو، لما حد جاله يعني ساله، قال له دلوقتي في فيلم كرتون بيتكلم عن الصحابه وكذا وكذا، حرام اتفرج عليه؟ قال له فيما معناه يعني ان هو مش حرام. قال له بس دول راسمين ذوات الارواح تجسيدا تاما. قال له يعني بالشعر والدقن وكده؟ قال له ايوه. قال له خلاص، اللي عملها هو اللي عليه الاسم. جماعة أنا مش بقولك إن أنا أهل فتوى خالص، بس بقولك راجع ورا الأستاذ مصطفى حسني أي حاجة يقولها. أظن مش خطأ إن حد يراجع ورا حد، راجع خد كلامه طبقه بالقرآن والسنة، شوف أئمة ومشايخ أهل السنة وعلماء أهل السنة قالوا إيه، وشوف الناس بتاعت الفقه المعاصر من أهل السنة قالوا إيه، وقارنوا بكلامه. ده تهريج. مفيش دليل ديني يثبت ان المقاطعة جهاد ديني، دي حرية شخصية. في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فانت بقى وانتي هتقاطعوا ولا لسه مش شايفينها جهاد؟ بفكركوا ان في الوقت ده ان المقاطعة بقت فرض عليكوا، يعني شئت ام ابيت لازم تقاطع. واحنا عارفين طبعا ان احنا في زمن فتنه، والمتخلف عن الجهاد عقابه ايه عند ربنا. هتقول لي يا فرماوي ان انا اشتري بيبسي ده تخلف عن الجهاد؟ جاهدوا الكفار باموالكم. خلاص ما بقاش معاك حاجه تانية، ولا انت قادر تروح تحارب، ولا البلاد العربيه قررت تدي امر الحرب، ولا في اي حاجه عشان يبقى الجهاد بالحركه والحرب. بقى الجهاد بالمال دلوقتي. تديهم فلوس اقتصادهم يزيد يضربوا اخوات، تديهم فلوس يشتروا اسلحه يستقوا علينا. فجاهدوا باموالكم. والله انا نفسي نقطع عنهم كل حاجه يا اخي، الواحد يحس انه عمل حاجه. مش عارف بس اكيد هنلاقي فكره او حاجه. يعني انا مش عارف، انا حاسس ان انا متكتف، عارف انت اللي هو قليل الحيله. طب بصوا يا جماعه، احنا ممكن نعمل الفيديو ده فيه اقتراحات، يعني كل واحد يقول في كومنت احنا ممكن نعمل ايه. اصل هي لو بالدعاء بس، لو هندعي لهم بس، كان الرسول صلى الله عليه وسلم ما دخلش ولا حرب بقى. ما هو الرسول مستجاب الدعاء، كان خلاص بدل ما يدخل الحرب ناس جايين يقتلونا، خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم يدعي وموضوع انتهى. لكن هو مش بالدعاء بس، فالناس ممكن تقترح، تعليقات مفتوحه. اتمنى ان انا الاقي حاجه مثمره. والى هنا انتهى لقاؤنا، وسلام.